أراضينا الأبية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل حد معنا اليوم في تظاهرة التنشيطية. حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم، والمولى معاهم. هذا شعار القدس أمانتي. صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم، والجنة ملقاهم. تحتوي أكيد العديد من الفقرات التنشيطية باش يقوم بتقديمها إن شاء الله مجموعة من الشباب. حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم. بالنسبة لتنشيط الحفلة اليوم إن شاء الله باش يقوموا به كل من وصال بن عبد الله. سواء بن أحمد. ولاد الشباب أن تحتفل وإياكم بنشاطها الأول نشاط ذكرى يوم الأرض رفعت شعار القدس أمانة. فعلى الباب سيروا على الأسد وكونا إن شاء الله. سيتقدم أمسيتنا اليوم عدة فقرات مميزة منها عرض مسرحي عرض راب أناشيد. والآن ننتقل إلى تحية العلم التونسي والفلسطيني. الرجاء من سيادة الوقوف. والآن ننتقل إلى تلاوة عطرة مع الأخ محمد عوني ترحما على شهدائنا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله فيه وبارك له إن شاء الله. والآن ننتقل إلى فقرة النثر. تفضل. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض
نعالكم وأقول أفديكم. نحن نسكت كما الجماهير تقرأ، يسأل الستار على حكايات ليظهر أبطال جدد تغزوهم الأوهام. ولا تزال حكاية فلسطين بلا نهاية تذكر ولا بداية تعاد. استطاع العرب منذ زمن تحطيم أرقام قياسية في مجال النسيان، نسيان القدس، نسيان الاحتلال، نسيان الماضي والحاضر وتجاهل المستقبل. هم سئموا وعودنا الكاذبة ومواعظنا الزائفة، سئموا قراءة كتبنا الصادقة وانتفاضاتنا المستقيمة التي ترتفع عند كل شهيق وزفير. هم سئموا شعار القدس عائدة. إذا أرى من مجال لعودتها مع بشر لا يفقهون تعريف العروبة. نسأله أين العرب؟ أين العرب؟ القدس تنادي أقتلوا من يعادي. يجيبك لا أدري، هو فعلا لا يدري، لأن العروبة في بلدي تذاع على الهواء مباشرة. في بلدي العروبة تكتب إهداء في أولى صفحات كتاب المندثر. أكثر ترى العروبة كالحب مفقودة ضائعة، إلينا أقرب، لكنها في ركن من قلوبنا إلينا أقرب، ولا تحتاج سوى لتلك الثورة الخامدة في أرواحنا. أيا من ترسم حدود الوطن بدمائك، سنسير وحتى اللحد سنقاوم، وليشهد الكون أني بلغت. شكرا. مسرحية سنقوم بمسابقة بعبارة عن سؤال، من لديه الإجابة يرفع إصبعه. السؤال هو: كم عدد كبار المسجد الأقصى؟ كم عدد كبار المسجد الأقصى؟
اعتادوا رجال وكانوا فيها علمتوا في علموا لحظيها غنى اعتادوا رجال وكانوا فيها بالسلم تفتح الليل اعتادوا بحليل بالسلم تفتح الليل اعتادوا بحليل حلوا البارود يحلوا ويحليها حلوا البارود يحلوا ويحليها اعتادوا رجال وزالوا فيها نشكر الأخ خيري بن عمر والأخت نادية بن عبيد على المسرحية. خلي بابك مربوط وليش نهاري لو تشارك حسيت تحبه الخلاق يشبه ما دام راس مالك تبه واللي معاك سمك تقرا عارفين تجيبه لا ما تفتش خاطرك الرشدة بالافعال ما يضركش تزن صدرك. واندمجوا مع اهلها فاصبحت تعرف باسم فلسطين. تناوب على حكم فلسطين الكثير من الاقوام.
آخرهم المسلمين الذين امتد حكمهم إلى ما يقارب 1100 عام تقريبا، أدى إلى نشأة قضية فلسطين ونحنة الشعب الفلسطيني.